يعني لما نشوف منتخب بهذه الطريقه، منتخب العراق، يعني انا اتمنى يعيد لي كذا لقطه من لان الحين يقول لي خلص الوقت، يقول لي خلص الوقت. منتخب العراق يعني شوف الحماس، شوف التمركز، شوف الروح، شوف السرعات اللي يسوونها، شوف الضغط على حامل الكره، شوف قطع الكره فوق تحت، شوف يعني لما لاعب يوقف مع لاعب على كوره، يعني تحس انه في رجل، في لاعب قوي، في لاعب قاعد يعني حامل شعار، قاعد يدافع عن شعار وطن، شعار بلد. يعني تشوف في معطيات كثيره بصراحه، مخرجاتها مين موجوده عندنا. ليش؟ وش ينقصنا احنا؟ شوف، ما ينقصنا فلوس، ما تنقصنا اي كلام فاضي، ما ينقصنا. ينقصنا شيء واحد، خلينا نكون صرحاء على الهواء مباشرة. ينقصنا شيء واحد، اللاعب السعودي شبعان فلوس، اللاعب السعودي ما عاد عنده طموح يعطي اكثر من كذا. لاعب عمره 17 18 سنه عنده كم مليون ماخذها في النادي، موقع عقود بملايين، قاعد يمشي لك بشنطه ويمشي لك بنظاره ويمشي لك بسلاسل. خلينا نتكلم بواقعيه. لاعب ما يستحق الواقع اللي هو فيه. شوف لي لاعب منتخب العراق اللي قاعد يتمرن بفنيله جاكو، فنيله جاكو شعار العراق، احنا في نادي الرياض نتمرن بتمارين، اللاعب بعد ما يتمرن يذب الفنيله كذا في الارض. هذه فنيله او طقم نادي منتخب العراقي. خلينا نتكلم بواقعيه. اللاعب السعودي لاعب خلاص ما عاد عنده شيء، ما عاد عنده شيء يبغاه، وصل لمراحل خلاص مره اكتفى. لا لازم نعيد الصياغه ونرجع من جديد، ولازم نقول للاعب السعودي انت مكانك هنا مش مكانك هناك، لسه ما بعد وصلت هناك. طيب يا كابتن، شكرا لك.